السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل سمك بلطي مشوي في الفرن كده، بطريقة سهلة وبسيطة. كلنا اصلا بنعمل الطريقة ديت، بس يعني ايه، في تكات وفي حركات كده هنعرفها مع بعض. طبعا اول حاجة السمك البلطي لازم يكون كبير معاكي عشان يطلع معاكي في سمك الصينية. حلو بصراحة، لما يكون كبير معاكي بيكون بيديكي نتيجة أفضل. هحتاج حبيتين من البصل، عليهم قرنين شطة كده مفرومين، ومعايا البهارات بتاعتي معلقتين كده من البهارات السمك، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من الكمون، ونص معلقة من الفلفل الأسمر. وعندي توم مفروم كده بالشطة، حطيت شوية ومعلقتين من الملح، وزعتر وروزماري. طبعا الزعتر والروزماري ده في أي تتبيلة بيديكي نتيجة أفضل وطعم أحلى للوصفة اللي انت بتعمليها أو بتدبليها. معايا ليمونتين، وده يعني اول حاجه في الوصفه النهارده ان يكون معاكي ليمون كتير للسمك بصراحه. انا هحط كمان ليمونتين غير دول وخل، ومعايا طماطم مفرومه في الخلاط. هنعمل الاول الصلصه اللي هنبدا نشوي بيها السمك في الفرن. معايا معلقه واحده بس من الزيت، على حسب يعني انا حته الدهون ديت على حسب كل واحد ما بيحب يطبخ ازاي. انا بحب اقلل كده من الزيت، من ناحيه برضو ان انت بتقللي كمان في الزيت او السمنه او اي دهون انت بتستعمليها. كده انت بتوفري، ومن ناحيه تانية بتبقى خفيف على المعده الوصفه اللي انت بتعمليها، وبتبقى مريحه وما بتتعبكيش. انا هشوح بس البصلايه كده في معلقه الزيت اللي انا حطيتها. لو حابه تحطي زي ما قلنا تزودي الزيت شويه زودي، بس انا يعني ايه، انا عايزه البصلايه تدبل. انا لا هحمرها ولا اي حاجه، انا بس عايزاها تدبل معايا شويه. طبعا انا وقفت شويه كده على الحله لغايه ما شايفين الحله اصفرت من تحت من قله الدهون. زي ما قلت لك لو حابه تحطي براحتك انت. هنزل بقى كده بالطماطم اللي انا خلطاها. طبعا مش كتير، يعني تقريبا كيلو طماطم، علشان انا مش عايزه كميه صلصه كتير. ده عبارة عن يعني زي السمك المشوي، زي الفراخ المشوية اللي بتبقى في الفرن وتحط لها صلصة وبتنشف كده. هحط عليها معلقتين من الخل، واغطيها بقى واركنها كده لغاية ما اشوف انا هدبل السمك بتاعي واملحه ازاي. هجيب التوابل اللي احنا اتفقنا عليها، وهنزل بيها كده آه، في طبق معايا كده، وهعصر الليمون. عايزه اقول لك على خطوه كده، لما تيجي تعصري الليمون، انا عندي عصاره ليمون بس بصراحه انا ما بستعملهاش الا مثلا لو هعمل شربات او في حاجات كده ما بتبقي مش عايزه تفل الليمون ينزل. لكن انت لما بتعصري الليمون بايديكي كده بتنزلي لحميه الليمون كله، واي تفل جواها بينزل، وبالتالي تستفادي بيه. عن ما انك بتبقي حاطه مثلا عصاره الليمون وتحطي الليمونه بتنزل الميه فقط لا غير. انا حطيت 4 ليمونات، وهرجع تاني ابقى احط ليمون تاني على الصينيه، لان الوصفه بتاعتنا اساسها الليمون. بيدي تطعيمه حلوه قوي في الاسماك عامه، يعني سواء كان قلي او شوي او في صينيه، بيدي نتيجه حلوه وممتازه. في الخطوه دي انا مش هحط زيت بقى، لان اصلا انا هشوح السمك بتاعي. انا مش هحط الزيت دلوقتي خالص. انا عندي السمك بتاعي زي ما انتم شايفين كده، انا منضفاه كويس وغسلاه، وطبعا مصفيه من الميه تماما، علشان التمليحه بتاعته يتشربها بكل سهوله، ما يكونش فيه ميه خالص، عشان يتدبل معايا بكل سهوله. يعني انت لو حسيتي ان السمكه برضو فيها ميه كده وانت بتيجي تتملحي، صفيها كويس، نزلي الكل اللي فيها علشان التتبيله تثبت معاكي في قلب السمك. لو حابه برضو ان انت، لو انت عايزه تعملي الفتحات اللي هي بتتعمل في السمك ديت، براحتك. دي حاجه ترجع لك انت بصراحه. انا ما بحبش ان انا اعمل الفتحات في السمك. بحس هو كده كده اصلا لما بتسيبيه شويه السمكه بتتدبل وبتشرب التمليحه بتاعتها. لكن لما تفتحي كده وتيجي تحطيه، خصوصا لما يكون في صينيه، بينهرى منك، وبالتالي مش هتعرفي تتحكمي في السمكية لما بتكون سليمة معاكي السمكة بسمكتها كده. انت بتدبليه زي ما انت شايفة كده وتملحيه. طبعا التمليحة ديت محدش يقول ان السمك هيكون حادق ولا حاجة، لان اصلا التتبيلة اكترها اعشاب وشطة يعني، وتوم وكزبرة وبهارات سمك وكمون. فالملح كان قليل يعني مش كتير ولا حاجة. فانا يا خلاص، انا في اخر سمكه دبلت كل السمك بتاعي. انت بقى معاكي طريقتين للسمك علشان تعمليه. لو انت حابه تدخلي السمك كده الفرن من بدون الخطوه اللي انا هعملها اللي جايه ديت، براحتك. الخطوه ديت معاكي شغاله، والخطوه اللي انا هعملها برضو شغاله. بس انا جربت السمك كده وكده للامانه.
السمك بالطريقة اللي أنا باعملها ديّة هو الأطعم والأفضل. جرّبي، وأكيد أنتِ مجرّبة وجرّبتِ كده وجرّبتِ كده، بيكون أطعم بكتير من الطريقة إن أنتِ تدخّليه سمك بالطريقة دي. يعني لو أنتِ عايزة تدخّليه كده على طول بعد ما يكون اتدبّل كده، تسيبيه مثلًا لمدة ربع ساعة أو 10 دقايق عشان ما ينهريش منِّك برضه. السمك ما بيحبّش التتبيلة تكون عليه كتير، مش زي الفراخ أو اللحمة، ده بيختلف تمامًا عن اللحوم. هاجيب الخطوة ديّة بالنسبة ليّا أنا مهمة جدًا وحلوة، وجرّبيها. لو أنتِ ما جرّبتيهاش جرّبيها وهتعرفي الفرق في الكلام اللي أنا باقوله. أنا عندي الخلطة بتاعة السمك ديّة في كيس دايمًا موجودة في التلاجة، عبارة عن نشا ودقيق ومعلقتين من الدقيق الذرة، وعليها معلقة من ملح البهار. هاجيب السمك بتاعي وأدبّله كده هاعفّره كده في الدقيق، واحطه على الصينية واسيبه لمدة ربع ساعة، نص ساعة، ان شاء الله تسيبيه ساعتين 3 مش هيجرى له اي حاجة. ادام انت عفرتيه بالدقيق، بالعكس ده بيحميه بقى من التتبيلة وبيحميه من اي حاجة، لان السمك بدل ما يشرب التتبيلة بيشرب الدقيق اللي عليه، فبالتالي بيحميه من اي ان هو ينهري او اي حاجة. بنفض بقى السمكية كده، ما اناش حابة السمكة تشيل دقيق ولا حاجة كتير، انا بس تعفيرة من الدقيق ده. لو كان سمك مقلي كان نفس الطريقة هيبقوا زي ما انتوا شايفين، زي ما انا ما بعمل كده، بس يعني ايه، هتعفريه كويس بالدقيق ومش هتنفضيه، هتسيبيه لما يشرب الدقيق بتاعه. لكن انا عفرته من الدقيق ونفضته كده علشان انا عايزاه بس ايه، طبقة بسيطة خالص من الدقيق تكون عليه، علشان لما تيجي تاكل السمكة وهي في الصينية تبقى يعني ايه، تيجي شفت لما بتيجي تاكل السمك المشوي بيبقى ليه طبقة كده ما بتقشريه، هو ده نفس الطريقة. بسيبه بقى لمدة ساعة او اتنين لغاية شايفين الدقيق اتشرب خالص تماما، معلهوش اي دقيق. وزي ما قلت لك لو يعني لو غاب من فترة مش هيجرى له اي حاجة بالطريقة دي، حتى لو هو بره التلاجة. انا هبدأ بقى هنا، انا عشان كده ما حطيتش زيت في التمليحة، انا هشوحه في الزيت الاول. هنا انا كنت عاملة رز صيادية جنبه، وقلت على ما الرز الصيادية يستوي الصلصة بتاعته كانت استوت، وانا معلش كان الكهرباء فصلت. آه، بدأت ان انا حطيت لها ايه شفشق من المية. انا بصراحة يعني ما جاتش في التصوير علشان انا كنت زودت الشفشق المية. بعدين بقى هشوح السمك ده في الزيت. الكهرباء لما فصلت وجات انا كنت شوحت السمك زي ما انتم شايفينه كده. طبعا انا لو فتحت سمكه دلوقتي هلاقيها مش مستويه من جوه، لان انا يا دوبك بقى يبدا ياخد اللون، كنت معليه النار، يبدا ياخد اللون اقوم قلب على طول، ما اناش مهبطه النار خالص. انا عايزاه بس ياخد لون من بره، علشان لما لسه هيستوي ويتشوى في الفرن ويديلك الطعم. السمك المشوي مش المقلي، يعني في فرق بين السمك المشوي والمقلي. ده في صينيه، اقصد في الفرن، في صينيه يعني. لكن لو في تشويه بالرده وزي ما احنا بنشوي الطريقه العاديه براحتك يعني. بس الطريقه ديت ممتازه جدا جدا عن انك ما تحط السمك ني. يعني ممكن في ناس، انا عندي اختي بتحطه ني، بتجيبه وترصه كده وتعمل الصلصه وتحطه ني. انا جربت دي كام مره وجربت دي التانية جربتها لما كنت ببقى مستعجله بس في الطعامه. بالطريقه دي اطعم، واللي هيجرب هيقول ان الطريقه ديت اطعم بكتير. انا كنت ناويه احطهم كلهم كده في صينيه واحده، لقيت الصينيه مش هتاخد، جبت السرفيز الصغير ده وحطيت فيه 2 وكملت الصينيتين كده زي ما انتم شايفين. طبعا محدش يقول ان الميه كتير، الميه مش كتير ولا حاجه، لان السمك زي ما قلنا هيتشوى في الفرن، هيشرب كل الميه والصلصه اللي انتم شايفينها ديت. دخلته الفرن طبعا على 200، من فوق ومن تحت، سواء كان فرن حراري او فرن البوتاجاز او فرن غاز. وعصرت عليه كام ليمونه كمان علشان يديني طعم الليمون، وحطيت قشر الليمون بيدي ريحه حلوه قوي كده للوصفه بتاعتي. بصراحه جربي الطريقه ديت اطعم بكتير من الطريقه اللي انت بتعمليها، اللي هي مثلا ممكن ما تقلوش في الزيت وتحطيه في صينيه. انا بس بقول لك جربي، مش هتخسري حاجه. هي يعني بتعوز وقت شويه عن الطريقه التانية، بس في الطعم بتبقى النتيجه ديت احلى بكتير والطعم احلى بكتير. طبعا لو انت كنت حابه تحوشي يعني يكون في صوص كده وشويه سائل فيه، دي براحتك انت، بس احنا يعني عايزين يكون شايفين السمكه مستويه وكان سخن لسه طالع من الفرن. وغرفت الرز كده وعملت معاه شويه سلطه وشويه مخلل، وبألف هنا وشفا.
ده يعني حاجة كده بصراحة تحفة أوي للسمك، بيدّي تطعيمة حلوة أوي، كل فين وفين على ما بنعمل الوصفة دي يعني مش على طول بنعملها بصراحة، كل فين وفين لمّا بالاقي سمك بلطي كده عاجبني في السوق باجيبه. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتم واتبسطتم واتسليتوا منه وطلعت منه ولو بمعلومة صغيرة قدرت أفيدكم بيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.